هلا بنات، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونون زينين وتشوفون هذا الفيديو. اتمنى الفيديو يعجبكم وموديل جديد وان شاء الله يعجبكم وتستفادون من يمه. شوفوا بنات، عندي هاي القطعه مترتين ونص، انا فارشتها بالعرض مثل ما تشوفون، مطلعه نص متره للردن راح اقصها، والمترتين راح عندي للبدن وللظهر مثل ما تشوفون. قست اني 4 شباره، يعني 81 إلى 82 سنتيم. مرات يطلع عندنا القماش بيه زيادة، فدائما الزيادة نحسبها. بتشوفوا بنات هسه بديت أفصل بالظهر. بنات أني نهائيا ما أفصل بالطول إلا بحالة وحدة، إذا أفصل بالطول تكون البنية ضعيفة وبنفس الوقت تريد الدجاجة مالتها عدلة، فأفصلها بالطول. كله أني تفصاله بالعرض، بس انتو دائما تشوفون القطعة من أفرشها تشوفونها طويلة، بحسبالكم إنه أنا أفصل بالطول. شوفوا بناتي، هنا خدنا القياس مالتي مال كتف شبر، والفتحة الردن شبر وأربع أصابع. بنات اللي دائما متعودين عليه بهذا القياس، هذا القياس لارج وأكس لارج. بنات إذا مو حاطين لايك أتمنى إنه تحطون لايك وتعليق حلو مثلكم، وشكرا على تفاعلكم على الفيديوين اللي صورتها لكم بهذاك الأسبوع. اللي ما شايفه أتمنى يروح يشوف الفيديو، كلش راح تستفادون من الخياط مالته. شوفوا بنات، عندي هنا خذيت 4 أصابع من ناحية الأبط، خذيت 4 أصابع وقصيت قصة عدلة لأن حابة أسوي بيها كسرات بسيطة. ومثل ما تشوفون بنات سووا هاي المقوسة، لأن البارحة جتني السؤال بنية قالت من أسوي هاي الكسرات تنزل عندي الكسرة مالتي. لأن ما تسوين هاي المقوسة تقريبا تاخذين أصبعين تسوين هاي المقوسة، حتى شنو تقعد عندك الكسرة عدلة وبنفس الوقت تصعد عندك فوق الكسرات ما تهطل الدجاجة. عندي هنا الطول مالتها خذيت تقريبا 4 أصابع وقصيتها. بنات هسه أجي أفصل البدن، ولازم تتبعون وياي لأن الفصال مال البدن مالتي بيه هواي قصات، فلازم تركزون شوية بالقياسات. عندي قياس الصدر شبرين، راح أقصها قصة عدلة حتى شنو أرسم القياسات وأبدي أقص. لأن الموديل اللي راح أفصله كلش حلو، راح تشوفون النتيجة مالته كلش حلوة وتجنن إن شاء الله. إذا طبقت الخطوات إن شاء الله تكتبولي بالتعليقات. شوفوا بناتي، هنا أنا خذيت تقريبا 22، خليت زيادة لأن مثل ما تدرون قصة، والعرض عندي مال الكتف 9 سنتيم بهاي الطريقة. شوفوا بنات، لازم تتبعون على القياسات ودائما تخلوا زيادة. شوف عندي فتحة الصدر 17 سنتيم، وبعدين أسويها على شكل راء، بس الراء مالتي منين يبدي من جوا إلى فوق، ما يبدي من فوق إلى جوا. انتبهوا من هاي الخطوة، لأن هاي الكسرة اللي راح تصير عندي مثل شكلها 7 هسه راح تشوفونها بالقصة. هنا عندي الخصر 30 سنتيم بهاي الطريقة، وسويت لكم إياها بالشبارة حتى هم تفتهمون. هسه أبدي أقص، ومن راح أرسمها لكم راح تفتهمون شنو معنى الموديل مالتي اللي راح أخيطه لكم. شوفوا بنات، إذا تتبعون على الفصال مالتي أنا لحد هسه ما حافرة حفرة الردن إلا أخلص الخياط مالتي. يلا لأن عندي مثل ما تشوفون بهاي الطريقة. عندي هاي القطعة اللي تقعد أول شي على الكتف، بعدين عندي تقعد الثانية، القطعة الثانية على الصدر، وعندي القطعة الثالثة اللي تقعد على الصدر وعلى البطن بهاي الطريقة. هنا أجي أفصل الردن. الردن مالتي مثل كل مرة أفصلها عادية، بس مجرد إنه نهاية الردن مالتي راح اسوي بيها كركش بسيط ولاستيكة سحبة هم بسيطة، يعني موديل كلش حلو ومرتب. شوفوا بنات، بهاي الطريقة رتبتها لكم، والفتحة مال الصدر مالتها صارت على شكل 7، وبعدين تجي الدقام عندي الفتحة مال الصدر. شوفوا بنات، أنا هنا هم مفصلة وياها الحزام النص مترة، طلعت منها حزام وطلعت منها ردن. شوفوا بنات، هسه راح أسوي القطعة اللي تقعد على الصدر، سويتها كسرات سحبتها بهاي الطريقة. شوفوا صحيح هو الخياط شوية يدوخ، بس أريدكم تتبعون عليه حتى ما تدوخون.
مثل ما اني اول مرة ما خيطته الصراحة دوخني، لان بيه هواي قصات وبيه هواية شغل الصدر مالته. فاتمنى انه همينة تنتبهون من هاي النقطة وما تدوخون مثل دوختي. فشوفوا انا وياكم خطوة بخطوة وراح اخيطها ان شاء الله تفتهمون، وان شاء الله التصوير مالتي واضح والشرح همينة مفهوم مالتي. عندي هاي القطعة اللي راح هسه تشوفون هاي المربعة راح تقعد عندي على الكتف مالتي بهاي الطريقة. شوفوا بنات العرض مالتها، وخليت لها هذا القراج، بس القراج الصراحة ما عجبني لأن حسيته بلون القطعة صاير فضايع ويا القطعة، فضفت له قراج أبيض. هسه تشوفونه من نهاية الفيديو كلش حلو. ضفت عليه. شوفوا هنا بنات اني بس اكف، ما جاي يعني مثلا تشوفوني ابلطن، مجرد انه اكف الحافات مال حفرة الصدر، وتقعد عندي ويا حفرة اللي هسه انا خيطتها لكم، اللي القطعة اللي تقعد على الصدر كلها راح اكفهن بخلال ما اني اخيط وبعدين ارتبها. شوفوا بهاي الطريقة ارتب الكسرات على القياس عندي مال الكتف. شوفوا بنات اني صورتها لكم بالتفصيل ان شاء الله تنتبهون. وهيك صارت عندي القطع. هسه شنو عندي قطعة ثالثة بهاي الطريقة بنات، راح اسوي كسرات من فوق من جوا نهائيا ما اجيزها ولا اسحبها. اريد الكسرات اللي تصير على الصدر تصير عندي من ناحية البطن همينة، حتى شنو تقعد عندي عدلة. الكسرات نهائيا ما اسويها من جوا من القطعة الثالثة، اخليها عادلة وامشي عليها الكسرات مثل ما تشوفون من خلال الفيديو بهاي الطريقة بنات.
شوفوا بنات هيك صار شكلها بعد ما خلصت الخياط مالتها. وعندي القطعة الثالثة مثل ما تشوفونها واقفة، بس انا لان ضربتها لاصق فما راح اشيل اللاصق، راح ادي القماش مالتها يذب نفسه. شوفوا هسه هنا اجي افصل فتحة الابط مالتي مع الردن. انا من فوق هي شبر، فراح اقص هذا الزايد اللي طلع عندي شبر و4 اصابع، وبعدين اسوي هاي الحركة مثل ما قلت لكم المقوسة، فد اصبعين واخذ من يمها حتى من اقعد التنورة مالتي ما تهطل عندي بخلال اللبس، راح تصير عندي شوية مرتفعة. هنا اجي راح اقص البيت مال الدقم كلهم نفس المستوى وابدي اخيطها. بنات اتمنى انه تحطوا لي لايك اذا لحد هسه مو حاطين، فحطوا لايك لان مثل ما تشوفون الدشداشة تعبتني شوية بالخياط، وخلال التصوير همينة حبيت انه اوضح لكم كل شي واصوره لكم اول باول حتى تتبعون وياي. وان شاء الله اذا طبقتوها تكتبوا لي بالتعليقات، واي شي ما افتهمتوه واللي افتهمتوه همينة كتبوا لي اياه بالتعليقات، وشنو اكثر شي عجبكم بالخياط او بالفصل او باي شي اكتبوا لي بالتعليقات حتى اعرف البنات اللي متابعاتني شنو اكثر شي يحبونه، فحتى اسوي لكم اياه بالفيديوهات الجايه ان شاء الله. شوفوا بنات بعد ما خلصت الدشداشة طلعت كلش حلوة وتجنن، وبالذات باللبس بارز الخياط مالتها. فشوفوا التفاصيل مالت الشغل كلش حلو نظيف. وعندي الموديل مال الردن بهاي الطريقة سويتها، ومثل ما قلت لكم القيراج خليت اللون الابيض بهذه الطريقة، وخليته حتى من حافة الردن بهاي الطريقة. بعد سلام بنات، اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وان شاء الله ارجع لكم فيديو ثاني وخياط ثاني وموديل جديد ان شاء الله تستفادون من يمه. باي باي بنات.